السلام عليكم. انا مش هطول عليكم. عايز اقول بس كلمتين مهمين جدا جدا. وانا مش عارف ليه، يعني ليه الناس اتغيرت حتى في كل حاجة وفي اي حاجة، حتى في الافلام زمان اللي هي اصلا احنا لازم بس نفهم ان الفيلم هو جزء من المجتمع. الحالة الاعلامية هي لسان الحاضر. هي رؤية للي موجود حاليا. الحالة الإعلامية هي إن كان فيلم أو مسلسل أو برنامج. إن كان تافه هو المجتمع تافه، إن كان بلطجة يبقى هو المجتمع بلطجة، إن كان جرائم هتلاقي المجتمع في جرائم، إن كان ثقافة هتلاقي فيه ثقافة، لغة وتاريخ، وهتلاقي هو برضو المجتمع. الإعلام هي رؤية لما هو الحاضر من المجتمع. مش هطول عليكم. في فيلم غريب جدا أول مرة أشوفه في حياتي، اسمه الوزير جاي. الفيلم ده بطولة وحيد سيف وسيد زيان وكم ممثلين كده محيطين يعني. بس يعني الوزير جاي ده قديم جدا جدا، قديم يعني. فوحيد سيف هو الممثل بتاع الفيلم، ان هو ايه، مدير جهة حكومية. والسالك اللي هو الاسم الشهير لسيد زيان في الفيلم هو اللي بتاع الشاي والقهوة، الساعي يعني بتاع الجهة الحكومية. هو اللي بيحصل في الجهة الحكومية زمان ودلوقتي بيحصل دلوقتي برضو في الفيلم وفي الحقيقة. لكن في حاجة أنا اندهشت ليها جدا، اندهشت بشكل بقول إيه ده؟ في إيه؟ في بجد. تعرفوا إن السالك ده هو بيسمي نفسه السالك لأنه هو سالك. يعني إيه سالك؟ بيخلص كل حاجة في أي حاجة بس بالفلوس. تديني رشوة أبجني يعني، أو اديني شاي وقهوة، أو القلم راح فين، أو السجاير بتاعتي إيه، كلام، أو افتح الدرج والكلام ده كله. بيخلص أي حاجة في الجهة بس بالفلوس. هو ساعي ولكن يقدر يخلص كل حاجة. المهم، اكتشفت إن السالك ده، شوفوا، من أيام نقدر نقول الثمانينات أواخر السبعينات مثلا، يعني عدى حوالي 40 سنة. ان السالك زمان غير دلوقتي. اه والله تصدق، الساعي زمان غير الساعي دلوقتي. اللي بيسلك اي حاجة في جهة حكومية زمان غير برضو دلوقتي. يعني زمان صريح 10 جنيه واخلص. 10 جنيه بقى زمان حاجة يعني 10 جنيه. ما دلوقتي والله ولا تسوى. 10 جنيه زي ال 100 جنيه زي ال 200 جنيه، والله ولا اي حاجة. فلوس ولا اي حاجة. مش عشان هي رخيصة، لا، علشان هي بقت خلاص مفيش فايدة في كل حاجة. وانا دايما بقول كل حاجة غليت ما عدا حاجة واحدة، هو البني ادم في مصر طبعا. اللي انا عايز اقوله يا اخي، السالك اللي المفروض سالك دلوقتي مش سالك. ازاي؟ يعني انت لو طلبت منه حاجة مباشرة هو مش هيرد عليك مباشرة، ولو هو عايز منك حاجة مش هيقولها لك برضو مباشرة. حتى الناس اللي سالكة ما عادتش سالكة. ليه كده؟ انا عن نفسي مش مركبها في دماغي. طب انتوا مش سالكين ليه يا جماعة؟ ده انا بتكلم عن الناس الحركة. زمان كان بيجيبها لك مباشر، هو كده، هتدفع هنمشي الدنيا ماشية وهنمشي.
الدنيا هتدفع لها هنمشي. لكن دلوقتي والله حتى لو دفعت، اللي سالك مش سالك، ولو ما دفعتش مش هيسلك. يعني انتوا متخيلين كمية النفاق؟ يعني نفاق في نفاق. مش سالك في اللي اصلا سالك، الاتنين في بعض. انتوا فاهمين اللي اقصده ولا؟ يعني زمان كان كل حاجة ببساطة، حتى الرشوة كانت بسيطة. زمان كان حتى الناس الكدابين صادقين في كذبهم، يعني يبان ان هو كذاب. والله 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 انا اتعاملت مع واحد انا باحساسي حسيت ان هو كذاب، بس اتعاملت بلغة الجسد، بحلل لغة الجسد، الفراسة صادق. مش جاية يا جماعة، حاولت معاه 50,000 مرة صادق، بتحليل الجسد الفراسة كله صادق، بس احساسي كذاب، وطلع ان احساسي هو اللي صح. انتوا متخيلين الصدق في النفاق؟ الصدق في الكذب متمرس، وده اللي اكتشفته بقى، ان من هو متمرس في الكذب هيبقى صادق في كذبه. ده اللي اكتشفته. لو عملت 50 تحليل نفسي، هو اصلا متعايش بالكذب، يعني زي ما بيقولوا متغذي كده بالكذب، متغذي كده، ويحلف لي، يحلف وحبيبي ويهز راسه، ولغة الجسد بتقول ان هو صادق. تبص لوشه ملامح الفراسة كلها صادق، ولكن هو صادق في الكذب، صادق في النفاق، بقى عايش بيمثل في حياته ان هو صادق، هو اصلا كذاب ويحلف. المهم اللي انا عايز اقوله ان حتى زمان الناس اللي مش نظيفة كانت نظيفة في وضوحها. يعني هو، يعني انا اسف في الكلمة، اللي هو يعني هو مرتشي هيقولك انا مرتشي، مش هيلف ويدور عليك. لكن هنا اما احنا في الزمن اللي احنا فيه ده، والله انا بضحك بالهم والله. والله العظيم الناس اللي مش سالكه، مش سالكين حتى في اجابتهم، ومش سالكين في التعامل يعني مش سالكين في حياتهم كلهم، ومش فاهم ليه. يعني لما نيجي ندور كده في العشرة الزمايل اللي موجودين في الشغل، او الاربعة الخمسة اصحابك، او الستة سبعة من قرايبك، تلاقي 3/4 مش سالكين. ليه؟ يعني انا في سؤال مجنن امي، ليه يا جدعان؟ هو انتوا اتربيتوا ازاي انتوا؟ هو انتوا يعني انا مش هرجع تاني واقول هو انتوا مش عارفين ربنا ومش عارفين ربنا وابوك والتربيه خلاص انا زهقت. يعني الناس اللي بتشوف فيديوهاتي ان كان على الفيسبوك هنا، او في صفحتي استشارات نفسيه اسريه مع احمد ايوب، او في صفحتي الانجليزي، او حتى في قناتي على اليوتيوب علوم الحام احمد ايوب، خلاص بقوا عارفين. يعني انا ارائي بقت خلاص هي مفهوم. احنا في مجتمع معاق ويعيق ويعوق. بس السؤال الذي يطرح نفسه ومش عارف اجابته، ليه السالك مش سالك؟ طب يا عم انت عايز رشوه، قول. انت بتكذب، قول انك بتكذب وهتريحني وهتريح نفسك. بس ارجع تاني واقول الله، هو يقول لي ان انا كذاب؟ لا، الغريب ان هو ما بيتعبش من الكذب بتاعه، الغريب انه ما بيتعبش من النفاق بتاعه خالص. يعني ممكن تقعد سنة هو كذاب وبيزيد في كذبه، وانت مش هتكتشف غير اما تكون خلاص زهقت من الكذب بتاعه. اما هو ككذاب والله لو هيكذب في اليوم 10 مرات. لكن انا طلعت في الفيديو دلوقتي او بس ده من مدى اثارتي. الفيلم اسمه الوزير جاي، الكوميديا الساخرة للي بيحدث دلوقتي في المصالح الحكومية.
بس السالك كان صادق، السالك كان سالك، السالك كان صريح وواضح. لكن دلوقتي في اي جهة بقى السالك مش سالك. شوفوا هو اسمه ايه؟ هو ده الاسم المتعارف بيه سيد زيان في فيلم الوزير جاي. والمشكلة بقى، ودي المشكلة التانية اللي هتكلم فيها وهقفل بقى الحوار كله، ان المدير اللي هو وحيد سيف مش عارف موظفينه اللي عايش واللي طالع على المعاش واللي مات، واللي عارف ان هو مات لا، وعارف ان الاوراق الحكومية دي بتقف بسببه ان هو مات، وعارف كمان الاوراق دي مش بتخلص، يعني هو عامل اعاقة وهو عارف، وعادي عادي عنده هسهس ان الوزير جاي، وكل ما في مخيلته ان يعمل ثناء كلام، يعني اشعار بقى وخطب وبتاع ان عشان الوزير جاي، لكن ما يشوفش شغله. يتقنعر قوي كده قدام موظفة حلوة كده عشان يخلص لها ورقها، ولا مواطنة موزة عشان يخلص لها ورقها قدام الموظفين، وهو اصلا ضعيف. يروح جاي يمين شمال صبح ليل نايم صاحي، هو عنده هسس الوزير جاي. وما زلنا دلوقتي لمجرد ان المدير رايح لرئيس مجلس الإدارة، ان المدير رايح هيقابل وزير، المدير رايح رعب مش عارف ايه ده. طب ما تعملوا شغلكم. طيب لمجرد ان انت او انت كمدير خايف تبقى انت مش مدير. لمجرد ان انت خايف تبقى انت مش مدير ويبقى فيك حاجة غلط. طب امال انت ايه؟ في كلمة اتقالت من يومين، لو الموظف اكبر من الكرسي اللي عليه هتلاقيه متواضع، ولو الكرسي اكبر من الموظف اللي عليه، كان بقى مدير، موظف عادي، رئيس مجلس ادارة، وزير، لو الكرسي اعلى من اللي عليه هتلاقيه مغرور متكبر بيوقف حال الناس. ده في النهاية كلامي وملخص حواري. فأي موظف، وطبعا بينم بيختاب هو فاضي بيأذي الناس بأي شكل، دايما بتتقال برضو الكلمة الشهيرة، اوعى تخاف من الشاطر. الشاطر ما بيأذيش، الشاطر ما بيأذيش، ولكن تخاف من الفاشل، تخاف من الناس الفاضية. ليه؟ ان دول هم اللي هيأذوه. دايما اللي بيأذي تلاقيه ضعيف، اللي بيأذي تلاقيه دايما فاشل، لان هو بيأذي، هو شايفك ان انت احسن منه. ودايما تلاقي اللي بيأذي هو فاضي، هو فاضي، ما هو لو مشغول بحاله مش هيأذي الناس. ده في النهاية كلامي. يمكن موضوعي مركب شوية زي بقيت مواضيعاتي كلها، يعني قلت لكم خلي بالكم من كل كلمة أنا بقولها، لأن كل كلمة بتودي في موضوع تاني وفي مجال تاني وليها أبعاد. أنا نفسي أسأل بقى سؤال، ليه الناس مش سالكة؟ ليه الناس مش صريحة واضحة؟ والله العظيم والله كله هيرتاح لو كنت صريح. انت يلي مش سالك، وانت يا سالك، وانت كلكم على بعض، لو كنتوا واضحة بوضوح كده بصراحة كانت الدنيا تبقى حلوة. بس هنقول ايه؟ الناس زي ما قلت لكم بقت تتعايش بالنفاق، تتعايش بالكذب. على فكرة
مش عشان ان انا دكتور صحة نفسية وارشاد اسري يبقى انا انسان اكون بارد. مش علشان ان انا اكون دكتور صحة نفسية ومش عارف ايه خلاص. بالعكس، انا حزين على سلوك الناس، حزين على سلوك المجتمع. ما كنتش احب ان المجتمع ده يكون عايش كده. ما كنتش احب ان انا اعيش في مجتمع الحقد والغل متفحشين فيه للدرجة دي. ما كنتش احب اعيش. يعني يمكن انا دايما بتكلم في فيديوهاتي، فالناس بتقول لي يعني هو انت كنت عايزها يوتوبيا؟ يمكن اخر كلمة في الماجستير بتاعتي كنت اتمناها يوتوبيا. كان نفسي بجد تبقى ارض سلام، بس واضح ان الدنيا مش تبقى ارض سلام نهائي. وانا زي ما قلت بمختصر علشان الموضوع يطول شوية في فيديو، بس انا مسحته. حسيت ان هو حالة من الكآبة شوية. بالمختصر ان الدنيا ما فيهاش راحة، ولا الموت فيه راحة، ولا حتى لقيام الساعة في راحة، ولا الحساب في راحة. لان في فرق ما بين قيام الساعة ويوم الحساب او يوم الساعة او يوم القيامة. القيامة حاجة والساعة والحساب حاجة تانية. الاتنين دول ما فيهمش راحة. الراحة فين بقى؟ ولا حتى الناس اللي هيقفوا على الأعراف اللي هم ما بين الجنة والنار اللي توسعوا حسناتهم مع سيئاتهم، ولا الناس اللي دخلوا النار طبعا، لأن ما فيهاش راحة. الراحة الوحيدة في دخولك الجنة. بس دوروا كده في حياتكم هتلاقوا لحظات السعادة بسيطة ما تتعداش. دوروا كده في الدنيا مش هتلاقوها أصلا. الراحة الوحيدة هي في دخولك الجنة. فنسأل الله الشهادة عند الموت، ونسأل الله الجنة، ونسأل الله إن الشهادة والتوحيد عند الموت عشان ندخل الجنة وندخل برحمته. بس كفاية كده. سلام.